بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. باسمي كمنتخب وكأحد الممثلين الشرعيين لساكنة الصحراء المغربية نثمن الخطوة الكبيرة لدولة إسرائيل، ونثمن خروجها من المنطقة الرمادية نحو الاعتراف الرسمي بمغربية صحراؤنا، بالإضافة لدعمها المطلق وانخراطها التام في النزول بكل ثقلها لدعم قضيتنا عبر لوبياتها وعبر الدول والمنظمات التي تربطها بها علاقات وطيدة. لا شك أن هذا المكسب الكبير يحسب للسياسة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. واجب علينا كمواطنين مغاربة التعبئة وراء جلالته للدفاع عن قضيتنا الأولى. بكل صراحة هو يوم تاريخي، بعد الموقف الشجاع لدولة أمريكا ودولة إسبانيا ودولة ألمانيا بسحب السجاد من تحت أرجل كاذيب جمهورية الوهم ودولة العسكر. لذلك كان الوقت للدول الصديقة للخروج من حالة التردد والاعتراف الصريح بمغربية صحراؤنا، خصوصا بعد جملة جلالة الملك في خطابه السامي وضع قضية الصحراء ترمومتر نقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات.